يا هلا والله. وش رايكم لو نتعلم أسرار الكرواسون بدل ما نكتفي بالأشياء العادية؟ جربتوا تحشونه بحشوات لذيذة؟ يلا نبدأ. أول شي، كرواسون الفستق والعسل. نخلط 3 ملاعق كبيرة من كريمة الفستق مع رشة قرفة وملعقة صغيرة عسل. ندهن نص ملعقة في قاعدة مثلث الكرواسون ونلفه. بعد الخبز ندهنه بالعسل ونرش فستق مطحون فوقه. يا سلام. بعدين 2. جرب كرواسون الجبن الكريمي والتوت. نخلط 3 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي مع ملعقة صغيرة سكر. نحط شوي من الخليط مع مربى التوت في قاعدة المثلث ونلفه. نخبزه ونزينه بالسكر البودرة والتوت الطازج. لذيذ. ولو تبون شي مالح جربوا كرواسون البيستو والموزاريلا. ندهن ملعقتين صغيرة من صلصة البيستو ونضيف شرايح موزاريلا ونلف زين. ندهنه بصفار البيض ونرش أعشاب أو سمسم قبل الخبز. روعة. والحين كرواسون كريمة الزعفران. نخلط رشة زعفران مع كريمة مخفوقة وشوية ماء ورد. نحشي ونلف ونخبز، وبعدين نرش سكر بودرة أو فستق مطحون. خيال. لا يفوتكم كرواسون كابتشينو والشوكولاتة البيضاء. نخلط نشارة الشوكولاتة البيضاء وبودرة الكابتشينو وشوية زبدة. نحشي ونلف ونخبز، وبالنهاية نرش بودرة كاكاو أو صوص شوكولاتة. يجنن. وأخيراً كرواسون النوتيلا والهيل. نخلط نوتيلا مع هيل مطحون ونحشي ونلف. بعد الخبز نضيف صوص نوتيلا ونرش فستق مطحون. لا يقاوم. وهذه 6 وصفات كرواسون فريدة ولذيذة تغير فطوركم تماماً. بالعافية عليكم.